يأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر ولا تجزع وقل يا نفس صبرا فرحمن السماء قضى وقدر سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحنايا ما تكسر. يا سلام. اولا كده صباح الخير. تاني حاجة بقى، فيديو النهاردة مش اي فيديو النهاردة كله كده طاقة ونشاط وحاجات هقولك عليها هتخلي المطبخ منظم جدا وهادي، والكركبة هتختفي بنسبة 99% لو عملت الحاجات اللي انا هقولك عليها. كلها حاجات بسيطة جدا بجد، يعني انا كان نفسي حد يقولها لي من زمان جدا، بس يلا حصل خير. بس انا بقى هقولها لكم النهاردة. زي ما انتوا شفتوا بقى في اول الفيديو، ده شكل المطبخ كده لما بكون صاحي. يعني بالنسبة للناس ان هو كده متروق، انا بالنسبة لي اللي هو كده لا. طب وصلت للمرحلة دي ازاي؟ هقول لكم وصلت لها ازاي. بس اول حاجة انا عارفة ان في ناس الكسل بيسيطر عليها جدا، بس الفيديو بقى بتاع النهاردة هيشجعك. قومي يلا هاتي كده كوباية شاي او كوباية القهوة بتاعتك وشغلي الفيديو ده جنبك، وتعالي نروق وننظم ونرجع المطبخ بيبرق من تاني. يلا بينا. بصوا بقى، المطبخ ده بالنسبة لي بجد هو قلب البيت، يعني هو اهم حاجة كده في البيت. ولما بيكون مكركب بحس ان الدنيا كلها متكركبة، فانا قررت بقى النهاردة اني مسمحش بالكركبة دي، ومش هطلع منه غير وانا راضية عنه. اوقات طبعا بنهمل فيه شوية وبنرتب شوية، بس مش الاهمال اللي هو بيسبب الفوضى الجامدة، لا يعني احنا بنحاول برضو على قد ما يمكن ان احنا نسيطر على الوضع شوية. فهقول لكم بقى على شويه حاجات كده يعني هتسهل معاكم الدنيا خالص. يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا بمسح بس لو في مثلا شويه سكر شويه شاي، حاجه بسيطه جدا وخلاص، وهو كده العلب والحاجات دي كلها متنظمه زي ما هي. بصوا المنظمات دي في المطبخ بجد عباره عن ايه؟ عن سحر خيال، يعني تنظيم كده. يعني مجرد ما تفتحي بس كده الضرفة هتلاقي في نظام، هتلاقي في راحة نفسية، مش اكياس كلها محطوطة فوق بعض ومتكومة، لا. ودلوقتي بقى احلى حاجة ان بقى في منها احجام كبيرة جدا، في منها علب صغيرة زي مثلا للشاي والسكر والقهوة، في منها احجام وسط شوية لمثلا زي العدس الفاصوليا اللوبيا عامة، يعني اللي هي البقوليات. كمان بقى في منها احجام كبيرة جدا، يعني مثلا زي الرز، الدقيق، الحاجات اللي هي بتبقى كميتها كبيرة، فاحسن بكتير قوي 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 عن الاكياس. يبقى كده المنظمات 50% منها من ترويق المطبخ، يعني ده 50% منظمات ان احنا ازاي نشوف مطبخنا نظيف كده وفلة و10 من 10. طيب الجزء التاني بقى اللي هو 50% التاني، نظافة. هو نظافة بمعنى مش على قد الرخامة وبس. اولا البوتاجاز، التلاجة، الاماكن اللي عند الانبوبة، اللي عند التربو، عامة بقى على حسب بقى ايه ما انتي مقسمة مطبخك وانتي عارفة بقى الدنيا ماشية ازاي. الدهون اللي على السيراميك، الحاجات دي كلها. لو انتي بقى المطبخ بتاعك يعني كركبة غير طبيعية وكارثة دهون كده، اوعي تعمليه كله مرة واحدة. يعني ما تقوليش بقى انا هتشجعت وهقوم امسك كل الاجزاء او كل المطبخ هروقها في يوم. اولا مش هتقدري، لو قدرت ان انت تعملي كله استحالة هتطلعي بنتيجة مرضية، هتكروتي بمعنى اصح. فانتي امسكي جزء. يعني مثلا انا النهاردة همسك الفرن او اللي هو البوتاجاز، يعني الفرن بتاع البوتاجاز لو في دهون من تحت او في اي حاجة انا هغسله غسلة كويسة جدا. وشوفي انت المطبخ بتاعك محتاج منظفات ايه. كنت صورت معاكم فيديو قبل رمضان كنت عاملة فيه الفرن اللي تحت اللي هو بتاع البوتاجاز، وبجد هو فعلا ما كانش يتشاف، بس واحدة واحدة الدنيا زبطت معايا، وانا قلت النهاردة انا همسك الفرن ده هظبطه. وفعلا شوفوا الفيديو بجد صعب جدا، هحاول احط لكم اللينك بتاعه في اول تعليق. يبقى انت النهارده مثلا هتعملي الفرن او هتعملي البوتاجاز عامه بقى، من الجناب بقى ومن قدام ومن ورا ومن جوه، بصي هتشقلبي البوتاجاز كله. المهم اللي هو فعلا يكون نظيف وانت كده نفسيتك مرتاح. شوفي البوتاجازك بقى محتاج حاجه اللي هي تذوب الدهون وكده، زي سترس، زي حاجات كتيره، لاستر، الحاجات دي كلها حلو قوي. انا كنت مستخدمه سترس
وبرضو شوفي الطريقة لان هو كان شوية صغيرين كده وعملت بيهم، والبقية بقى انا كنت مكملة من قبليها. فاتفرجي على الفيديو، اتفرجي على الفيديو عشان تشوفي انا عملته ازاي. خلاص كده خلصنا. لو انتي شايفة ان هو الموضوع سهل وعدى عليكي اليوم بسلام كده، تاني يوم اعملي حاجة. لو حاسة ان انتي عملتي مجهود كبير قوي وفي ارهاق، خلاص عدي يوم كده خدي فيه قسط من الراحة كده، وتاني يوم عادي براحتك خالص. تالت يوم قصدي اعملي فيه مثلا جزء تاني، مثلا على السيراميك محتاج ان هو يتغسل من الدهون، برضو عادي استخدمي برضو مثلا زي ستريس، او لو ما عندكش ستريس حاجات تانية كتيرة قوي ممكن برضو تعمليها. ما عندكش اي حاجة عادي، شوية كربونات، شوية صابون، شوية مية دافية وبسلكة، واغسلي السيراميك، وعلى طول كده نشفي بفوطة زي اللي انا ماسكاها حاليا ديا في الفيديو، هيبقى برضو زي الفل. هكذا يعني الفكرة انت تمسكي جزء جزء لحد لما تخلصي المطبخ كله خالص. يعني خلاص الحاجات اللي انت كنت مستصعباها انت عملتيه كل يوم جزء، ما حسيتيش بيه بجد، هيعدي ولا كأن اي حاجة. بس بعد كده بقى لما تخلصي المطبخ خالص يبقى في يوم لترويق للمطبخ، وانا انصح ان هو ما يكونش ترويق مع اليوم اللي انت هتروقي فيه الترويق العميق. يعني الترويق العميق ده معروف ان هو البيت كله، لا انت ما تعمليش الموضوع ده. ليه بقى؟ لان بحس ان المطبخ بياخد وقت كبير ومجهود كبير، حتى لو انت ايديكي فيه هو برضو محتاج مجهود كبير قوي. يعني احسبي انت اصلا بتكوني واقفة فيه قد ايه. يعني لو انت بتروقي الترويقة العميقة بتاعت الاسبوع يوم الخميس مثلا، انت هتروقي المطبخ الاربع، دي حاجة معروفة. لو انت مثلا بتروقي الترويقة العميقة يوم الاربع، يبقى يوم التلات. زي ما انت بقى مقسمة الاسبوع عندك، وكل واحد بيختلف غير التاني، عادي جدا. بس الفكرة علشان تعمليه فعلا بضمير لازم نخليه اليوم لوحده، وطول ما المطبخ خلاص اتروق انت هتستسهلي فعلا بقية الشقة وبقية البيت. هتحسي خلاص ان كل حاجة بعد كده هي بسيطة، يعني هي سهلة. تاني حاجة برضو او تالت حاجة، معرفش الحاجة الكام بقى، انا نسيت اصلا، تهت منكم، ان انتي يعني اول باول ايدك في المطبخ. يعني خلاص احنا المطبخ كده احنا مسكنا الاجزاء كلها، غسلنا الحيطان، البوتاجاز، الفرن، كل حاجة. اي حاجة بقى تتكب، اي حاجة وقعت على الارض تتمسح، حمرتي استخدمت البوتاجاز، بصي على حوالين البوتاجاز كده كالسيراميك زي ما انتوا شايفين كده، بقماشة فيها مية دافية، امسحي بس كده السيراميك، بيبقى الزيت لسه خفيف ملحقش ان هو يجمد على السيراميك، فهيتشال معاكي من غير اي منظفات، من غير اي حاجة. لو انتي بقى مقدرتك ان انتي تجيبي مثلا الوايبس اللي هي المناديل، في مناديل حلوة قوي، يعني يعتبر بتشيل الدهون بس مش بنسبة كبيرة برضو، يعني الدهون اللي هي الخفيفة قوي لا هتشيلها معاكي. فيها زي نسبة منظفات كده، بتمسحي بيها الحيطان، بتمسحي بيها الشبابيك، الحاجات اللي زي كده، فلذيذة. بس هي برضو من نوع اللي هي اللي ايه رفاهية. بالنسبة بقى للتلاجة، فالتلاجة لازم دي مفيهاش كسل، اللي هي لازم تتعمل مرة في الاسبوع. سامعاكي اللي بتقولي ليه؟ علشان دي تلاجة بتحط فيها اكل، ما ينفعش ان هي تكون متبهدلة او مش نظيفة، فيها حاجة بايظة، فيها حاجة مش عارفة ايه، الحاجات دي كلها ما ينفعش. بمسحها بايه؟ بمسحها بشوية مثلا خل، شوية مية، شوية صابون، او بمسحها زي ما انتوا شايفين كده عشان هي كانت نظيفة. عادي بمسح اسبوع بمية واغسل وكل حاجة واظبطها، وبكب مية فيها من جوه وبغرق الدنيا، ومرة تانية زي ما انتوا شايفين كده بمسحها بس كده مجرد تلميع ليها. ولازم تتعمل قبل ما تجيب الطلبات. ليه بقى؟ علشان لما تجيب الطلبات ترصيها على طول في التلاجة، انما انت لما تجيب الطلبات وتركنيها وتكركبي المطبخ حواليكي، وكركبة مع كركبة ان انت هتغسلي التلاجة، فهتشيلي الرفوف وتغسليها، هتلاقي المطبخ كارثة، هتقعدي لك فيه 3-4 ساعات بجد. يعني اسألونا انا بقى هتقعدوا فيه كتير. انما انتوا لما تظبطوا الميعاد بتاع الطلبات على ميعاد
الترويقه بتاعت التلاجة كده زي الفل. خلاص اضمن لكم ان مطبخ متروق، مطبخ نظيف، مطبخ عظيم مفيهوش اي كركبه. خلصت، كنست، عملنا بالشرشوبه، ظبطنا الدنيا كلها. بعمل ايه؟ من حين للاخر كده بفتح الظرف بتاعه المطبخ وببخرها، بسيبها تتهوى. لو انتي مطبخك مفهوش شباك افتحيه برضو على الاقل مرة مثلا او مرتين 3 في الاسبوع، ربع ساعة. اللي انتي قاعدة برا بتشربوا فيهم كوباية القهوة سيبي بس كده الظرف متفتحة علشان ما تعملش ريحة كمكمة وتعملش ريحة وحشة. اخدت البخور بقى وكملت بره كده، وعايزه اقول لكم ان الورد ده زي فل زي ياسمين، هو ريحته حلوه قوي وكمان ريحته بتظهر بالليل. انا معرفش اسمه بس هو ريحته تحفه، هو يعني يعتبر فل ياسمين، معرفش اللي يعرف بقى يقولي. وبس كده، باي، ومتنسوش الاشتراك.